اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا والسعاده، صباح السكر الزياده، صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. ربنا يجعل يا رب يومكم مليان بالحب والخير والتفاؤل والامن وراحه البال. تعالوا شوفوا بقى البحر كده والريف المصري كده وجماله وغسيل المواعين بقى في البحر. وشوفوا بقى بوردان بقى كده. هديله اكل بقى دلوقتي، هيرموله في الميه يبقى شكله حلو قوي. هينط بقى كده. وشوفوا بقى الغنم اهوت بتاع الضحية. ربنا يا رب يجعلكم مليان بالخير. اللهم صل على النبي. وكمان هطلع السطح علشان اقشر شوية ذرة كده للطيور بيساعدوني شوية. علشان طبعا انتوا عارفين ان العلف غالي، ف بحاول ان انا اعمل لهم اي حاجة كده من البيت. هقول لكم بعمل لهم ايه دلوقتي في الفيديو، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعليق بقى حلو كده زيكم يفرح القلب. ربنا يفرح قلوبكم يا رب. يلا بقى نصلي على النبي ونشوف الفيديو فيه ايه. بصوا بقى يا حبايبي، بصراحة امبارح كنت محتارة على الاكل. لميت بقى كده قلت ايه، اخش افتح التلاجة وافتح ضرفة المطبخ الخزين بتاعتي واشوف فيها ايه. لقيت بقى شوية كده مكرونة على شوية اللهم صل على النبي كده. بقى شوية عدس كده صغيرين على شوية شعرية. قلت بقى خلاص نعمل بقى شوية كشري كده بقى ايه. ضربت شوية طماطم في الخلاط مع فصين كده ثوم، وعملت دقة وعملت صلصة. وعملت شوية كشري كده تعشين. وبرضو مش عارفة المواعين دي كلها بتيجي منين. بس انا عايزه اقول لكم ان انا بغسلش الا يعني مره واحده بس بالنهار اللي هو الصبح. احنا كنا دلوقتي الساعه 8 الصبح. الشمس طالعه اهيت والجو جميل، هيروق الحال ويصلح لكم الاحوال. عايزه اقول لك كمان طبعا الدنيا بقت غاليه والعيشه بقت غاليه. بصي حاولي كده يومين في الاسبوع. تبصي كده عندك في التلاجة، تشوفي لو لقيتي مثلا ايه. بتنجانتين مثلا. على مثلا قرنين فلفل، على مثلا حتة جبنة، تعملي طبق مسقعة وبطاطساية. تتعشم. حاولي تدمسي الفول تعملي برضو ايه احسن ما تشتري جاهز. كمان المخلل لو انت مثلا بتشتري مثلا شوية لفت شوية جزر. دلوقتي الجزر برضو موجود. الخيار طبعا غالي. نخلينا بقى في الجزر واللفت والحاجات اللي ايه، الليمون المعصفر، الحاجات دي كلها بيوفر عليك ان انت ما تشتريش طبعا مخلل وكده. كمان الحاجة اللي مثلا عايزة اقول لكم ان انا فعلا بقالي دلوقتي 3 شهور ما اشتريتش خيار. كل ما انزل السوق الاقيه غالي اقول خلاص مبقالوش لازمه ايه ان انا اشتري الخيار. واحد يحط على السلطه عود خضره مثلا كزبره خضره كده جميله، على قرن فلفل وخلاص، وممشيه نفسي وخلاص على كده. زي ما بقول لكم اتبع الحاجه علشان الدنيا هتمشي. والله يا حبايبي كلنا دلوقتي بنشتكي طبعا من الغلا ومفيش فلوس. وكمان الفلوس اللي داخلة يعني يا دوبك ما تكفيش طبعا اللي عنده عيال دروس عيال ومصاريف مدارس وده وده. بس ايه نقول الحمد لله احنا برضه احسن من غيرنا. وربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم كده بالرزق الحلال. ربنا يصلح حالكم وحالي وحال أمة المسلمين أجمعين يا رب. قولوا آمين. شوفوا بقى منظر البحر بقى كده وجماله، يعني حاجة كده ايه في منتهى الجمال. وشكل ابو قردان بقى كده وهو بياخد الاكل كده من الميه وياكله ويطير بقى بيه كده لفوق، يعني بصوا الشمس طلعت اهيت والجو حلو اوي النهارده. جمال الطبيعه مفيش اجمل من جمال الطبيعه. والله الحاجات دي كلها الشجر والميه البحر والحاجات دي كلها بتخلي الواحد كده ايه يحس براحه نفسيه كده غير طبيعيه. انا احب اروح اغسل مواعين واقعد بقى كده اشوف القطط كده وابو قردان والكلاب وكل الحاجات الحلوة ديت، واشم كده شوية هوا نقي كده. مفيش زحمة، مفيش عربيات، مفيش كل الحاجات دي مش موجودة عندنا. فالحمد لله على النعمة اللي احنا فيها. وعايزة كمان اقول لكم ان انا طول ما انا قاعدة بغسل المواعين بحمد ربنا واشكره على النعمة اللي هو مديهالنا. ما بقولش الا يا رب. طول ما انا قاعدة اغسل مواعين اقول ارفع ايدي كده للسما واقول يا رب. ديت احسن حاجة بتخليني اروح اغسل مواعين. بطلع من البيت بقى لا في عيال ولا في هموم ولا مشاكل كده. بحاول ان انا افضي مخي خالص من التفكير. وبعدين سيبوها على الله. العبد في التفكير والرب في التدبير. ربنا ان شاء الله يحلها من عنده. مفيش غير ربنا رحمته واسعة. هو اللي قادر ان هو يرحمنا برحمته ان شاء الله. بس انتوا بس قولوا يا رب. مهما تكونوا متضايقين او في اي حاجة قولوا يا رب. شغلوا شوية قرآن كده واقعدوا اسمعوهم. قولوا يا رب. ما تنسوش كمان تصلوا. الصلاة حلوة قوي يا جماعة. اهم حاجة ان احنا نصلي. اول حاجة نتسال عليها يوم القيامة هي الصلاة. الصلاة دي هتغفر لنا شوية يعني. لو كنا بنصلي الصلاة دي اللي هتغفر لنا شوية من ذنوبنا. انا طبعا لا شيخة ولا اعرف حاجة في الدين. بس انا بقول لكم اللي انا اعرفه واللي انا بصلي على اساسه.
فالواحدة كده تصحى من النوم كده تفطر ولادها وجوزها يمشي، وبعد كده بقى تتوضى وتصلي الفجر. اول حاجه تعملها خالص من نقطه تقوم من النوم تتوضى وتصلي الفجر. تقرا كده شويه اذكار الصباح والمساء، وتقرا كده شويه كده في المصحف. هتحس كده انها بدأت يومها كده بهدوء كده وراحه نفسيه وحاجه كده في منتهى الجمال. تعالوا بقى شوفوا شكل الغنم كده والماعز. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمي يا رب لكل من كان. لو انتوا بقى مستمرين معايا في الفيديو لغايه دلوقتي متنسوش بقى يا حبايب قلبي تنزلوا تحطوا اللايك، ويا ريت بقى تكتبوا لي ايه اكتر فيديو بيعجبكم، وايه اللي انتوا عايزيني اصوره لكم وانزله ان شاء الله. دلوقتي بقى يا حبايب قلبي بيني وبينكم بقى انا كنت بغسل المواعين وانا مستعجله علشان عايزه اطلع بقى كده على السطح اقعد في الشمس، واشر كمان شويه ذره عشان الطيور. طبعا انتوا عارفين ان العلف غالي والدشيش غالي والرد غالي وكل حاجه غاليه. شويه الذره اللي بيطلعونا من المحصول دولت هم الذره اللي احنا بنحاول يعني نمسك فيهم شويه كده كام شهر، علشان طبعا الخير ده والحاجه دي بتبقى في الارض، بتبقى حاجة تانية خالص غير الشرا وغير التكلفة اللي انت بتكلفيها. فطبعا شوية ذرة على شوية اللهم صل على النبي، على شوية مثلا عيش، على شوية دشيشة، شوية كسر فول، الواحد يأكل الطيور ويفضل عنده الخير في بيته، ما يشتريش حاجة برضو من بره. كان في عندي بقى محصول هنا في ذرة أصفر وفي ذرة أبيض. كنا زارعين نص الأرض كده ونص الأرض كده. والحمد لله هو بصراحة قرب يبوظ شوية يسوس، لأن خلاص بقى الذرة قرب يتزرع اهوت. فعلشان كده الذرة بقى بيبدأ يسوس. بس أنا بقى قلت هقشر شوية كده أملى الشكارة واتفضل عندي شوية دولت، والشوية تانيين اللي اتفضلهم هبقى اطلع بقى يوم تاني علشان اقشرهم طبعا قبل الدنيا ما تمطر. ولو الدنيا مطرت عليهم الذرة هيبوظ. فانا قلت لا ما فيش خسارة بقى يومين كده واطلع علشان اقشره والحقه قبل الدنيا ما تمطر. الواحدة لازم تحافظ على حاجتها. الإهمال ده مش كويس، الإهمال ده يعني لو الذرة باظ. انتوا عارفين الذرة دوت بيبقى بكام؟ بصوا بعد ما خلصت بقى هلم الغلف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هرميه كده في الأوضة التانية كده زي ما انتوا كده شايفين. احنا عندنا على السطح اهوت يعني متصور كده يا دوبك نص سور بس. فمفيش مش عاملين يعني عليه طيور وكده. سايبينه بقى كده لتلزيق الجلة بتاعة الخبيز وكده. وكل الحاجات دي نعمة من ربنا. رب طيور تبقى ببيتك، اللي ما بيربيش ما بياكلش. كل حاجة في البيت نعمة من عند ربنا، احسن ما تروح تشتريه. طب انت دلوقتي لما تروح تشتري مثلا بطة ولا فرخة ب 300 400 جنيه، هتجيبي 300 400 جنيه. اذا كان مثلا مصروف اليوم كله ما بيجيش اصلا 200 جنيه. فطبعا في ناس طبعا ربنا مديها ومسهل لها، الله يصلح حالها. واحنا يا رب ربنا يصلح حالنا. مشي نفسك بالقليل على قد اللي موجود معاكي، مشي نفسك بيه. وفي نهاية الفيديو يا رب تكونوا استفدتوا مني بأي معلومة ولا بأي نصيحة، وحطوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.